من عين سبع انطلقت البارحة وصباحا وصلت إلى تلوات نواحي ورزازات قافلة القناة الثانية محملة بأكثر من 30 طنا من المواد الغذائية، مدد إنساني يمتد إلى الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة. 600 أسرة ستستلم قفة المساعدة وأسات المحطة الثانية. الروبورتاج لعبد الرحيم البحديوي، وفي المتابعة شيماء العلا. الصورة لمساعدات إنسانية تدخل في إطار قافلة قامت بها جمعية إيد أكسيون التابعة للقناة الثانية في اتجاه المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربت جنوب المغرب، خصوصا منطقة ورزازات. الحمولة ديال هذه القافلة كتعدى 30 طن، والقفه اللي غادي نعطيو للعائلات يعني الوزن ديالها غادي يكون كيتجاوز 44 كيلو، يعني فيها مواد غذائيه اللي غتمكن العائله انها تدوز بها واحد شهر ولا اكثر. أطنان من المواد الغذائية والألبسة سيستفيد منها حوالي 600 عائلة بجماعتي تلوات وغسات في إطار مبادرة تكشف عن روح تضامن ينبعث من وسط القوة القاهرة. مؤخرا على اثر الفيضانات اللي عرفتها الاقاليم الجنوبيه تابعنا في الروبورتاجات بان الناس كيعانيوا ومحتاجين المساعده، محتاجين لدعم مادي ودعم نفسي، وهذا الشيء علاش قررنا نقوموا بهذه العمليه هذه. التفاتة إنسانية ذو دلالات رمزية عميقة من شأنها أن تخفف من معاناة ساكنة المناطق المتضررة من جراء الفيضانات الأخيرة والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.